موضة اليومين دول بنلاقي ناس كتيرة قوي بيفضلوا يسافروا بره يعملوا شد وش ورقبة ونحت جسم. سينا، هي دي. هاي، اخبارك اخبارك ايه؟ دي حقيقة فعلا. اه وناس طالعة على اوروبا، واللي رايح على تركيا، واللي طالع على دبي. عمالين نسمع على بلاد كل يوم. انا مش عارفة هل هي فعلا مستاهلة وكل الالافات الدولارات اللي بتكلفهم بره دي. انا يعني مش متخيلة ان احنا في مصر ما عندناش دكاترة بالكفاءة مم. دي. عشان كده بقى معانا النهاردة دكتور كبير جدا بيحترم المهنة وفعلا من أكبر دكاترة التجميل في مصر، دكتور كريم رفلة، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا واستشاري طب التجميل، والحقيقة هو من أعظم دكاترة مصر. شرفنا يا دكتور، أهلا وسهلا. بشكرك جدا على الدعوة الكريمة والتقدمة الحلوة دي، وطبعا أستاذة دينا وأستاذة سينا. أنا سعيد إن أنا معاكم ده يعني، احنا اللي سعداء يا وآي دكتور هوب والله. إني أجاوب على أسئلتكم. بس طبعا هبتدي اه من الجملة اللي أنتوا ابتديتوا بيها بتاعت إنه الناس بتسافر بره. الكلام ده كان أصح يمكن من حوالي 10 سنين، انه كانوا كلهم الناس القادره ماديا بتسافر بره تعمل اجراءات تجميل. دلوقتي الموضوع ده قل، اولا لانه بقت الخدمه الطبيه في مصر افضل، وبقى في انتشار اكتر سواء جراحين تجميل او اطباء التجميل، وبقى عندنا اغلب البروسيجرز بتتعمل بطريقه امنه وكده. والدكاتره المصريين اقوياء جدا، حتى في انجلترا واماكن كتيره في اوروبا هتلاقي اللي بيشتغلوا جراحين تجميل او جراحين مصريين عامه. ف لا، الثقه موجوده. انما في ناس كانت بتسافر على اساس انه ما كانش عندهم اللي هم عايزينه هنا. دلوقتي بقى متاح. هي النقطه انه الاختيار يبقى صحيح بس. اختيار الدكتور المناسب للحالة بتاعتي او بالظبط. ايوه. وفي وسط كل الاعلانات اللي بتشوفوها ان انتوا تختاروا حد فعلا متعلم كويس، مش مجرد بروباجندا، لانه ده اللي يديكي النتيجه اللي انت عايزاها. كمان يا دكتور بقينا بنشوف على السوشيال ميديا مم. ناس كتيرة جاية من بره تعمل عمليات تجميل هنا. يعني ايوه، ده بيحصل. بس طبعا خصوصا من منطقه الخليج العربي والبلاد العربيه، لسمعه الدكتور الكويسه. ثانيا احنا اسعارنا هتبقى اكيد فيري كومبيتيتيف ومقبوله جدا بالنسبه للدول دي، لان احنا بسبب بقى اسعار عملتنا وكده احنا اكيد هنبقى اتمنى في متناول يد الجميع. وبرضو بيحبوا يزوروا مصر، بلد جميله يتفسحوا فيها مع الاجراء الطبي. دكتور احنا محضرين لك النهاردة 1000 سؤال. انا تحت يعني امركم. أسئلة ما بتخلصش. ياسمين عندها 500 وأنا 500 سؤال. ايوه، انت مش فاهم كمية جاهز؟ الناس اللي موصيانا، واحنا نفسنا عندنا اسئلة أيوة. قد كده. هحاول اجاوب أيوة. عليهم كلهم. اتفضلوا. ايه رأيك يا دكتور في البنات اللي هم عمرهم مثلا 25 سنة مم. ابتدوا يعملوا بقى بوتوكس وفيلر ويشدوا وشهم؟ هل ده العضلات في الأربعين مش هتتأثر؟ عادة ما بيبقاش في احتياج في السن الصغير ده لإجراءات تجميلية زي البوتوكس والفيلرز، إلا في أحوال نادرة. لو مثلا عندها العضلات قوية قوي في منطقة التكشير، وابتدى يحصل لها زي ما تقولي رينكلز من بتوع الناس اللي في الأربعين، ساعتها ممكن نفكر. السن الصغير أكتر بيجوا يسألوا على الشفايف، اه المناخير، صح. الحاجات دي لو عندها عيب اصلا فيها فنقدر نعالجه. حاجات زي الجامي سمايل، الشفه اللي فوق رفيعه قوي، حاجات لما بيخشوا الجامعه وكده بيواجهوها في بعض الاحيان اذا اتعملت بطريقه فيري ميتيكولوس يعني ومقننه بحيث ما تضريش المريضه، تبقى كويسه. انما طبعا هم تحت افكت السوشيال ميديا بيتاثروا ساعات سلبيا، وتبقى عندها الاوبسيشن انه عايز اروح، صاحبتي راحت وكده. لا، صح. ده ما يصحش. ويفضل دايما تبقى حد من الاهل مع الانسه اللي جايه، عشان برضو يبقى في نوع من انواع الليميتيشن والسوبرفيجن لهذا الاجراء. طب يا دكتور، هو في سن مينيمم سن لان اي حد يعمل اي اجراء تجميلي طبيا يعني؟ عامه سواء جراحي او لا، مم. في طبعا يعني مثلا ما بنعملش عمليات الانف الا فوق ال 18 سنه، على اساس تبقى العظم اكتمل نموه. وفي ناس تستنى ال 21 افضل، والغضاريف وكده بتاعت المناخير. برضو اجراءات الحقن ما فيش داعي تتعمل في سن صغير،
اقل من السن العشرينات، لانه there is no urgency، وبالتالي وهي حاجه برضو luxury ما بتتعملش في السن الصغير. بس طبعا بقول لحضرتك اذا في ديفكت محترم من وجهه النظر الطبيه يعالج under good supervision and in good يعني في ايدين ماهره تحت اشراف طبي كامل والاهل متواجدين. انما مش بناتي يروحوا من الجامعه يروحوا يعملوا شفايفهم، لانه بسمع حاجات وبشوف complications في بعض الاماكن من بعض المراكز انه بيقبلوا مثلا يلا كلنا نعمل شفايف. لا. طيب دكتور، بالنسبة للناس اللي بتوصل لمرحلة الهوس بان هي تشد وشها، سواء بقى جراحيا او من خلال الحقن بالفيلرز او البوتوكس او كده، لدرجة ان ساعات الايدنتيتي نفسها بتروح او الملامح بتتغير completely. صحيح. بصي there's a saying بيقول plastic surgery should make you look better not different، يعني ان شكلك يبقى افضل مش مختلف. ف والمقياس في هذا ردا على سؤالك هو الدكتور اللي هيتعامل مع المريضة. احنا بنحس مع خبرتنا انه دي مريضة مثلا محتاجة عمليات تجميل كتير لحاجات اوبسيشن في نفسها، غير راضية على وضعها، فدي دور الدكتور انه يحاول يقنعها انه ليس في الامكان احسن من مكان، وانه حضرتك ما ينفعش تاوفرلود يور تيشوز بحقن كتيره وكده. ويفضل انه دي تبقى مقتنعه براي الدكتور، لانه هي ممكن تمشي بعد كده صاحبتها تقول لها انا سمعت عن جهاز في حته او حاجه يلا نجربه. في الاخر التراكم الاجراءات الخاطئه في وشها هيؤدي لنتيجه مش هتعجبها، وتيجي انت تشوفي واحده صاحبتك في فرح تقولي ايه ده انا ما عرفتهاش. ايوه، بنشوف ناس ملامحها اتغيرت تماما يعني. ما هي دي بتبقى دي حاله نفسيه يعني اكتر، زي ما حضرتك قلت هوس. بيسموها بودي ديسمورفيا، اللي هو غير رضا عن شكلنا، ما بتبقاش راضيه عن شكلها، وبالتالي وده بيحصل ليه يا دكتور؟ يعني ايه السبب؟ عادة بتبقى يعني الشكل عوامل بيتغير. متراكمة نفسيا. لا اقصد الشكل بيتغير، ايه سبب تغير الشكل؟ يعني حقن كثيرة خاطئة او عمليات ادت الى ان الشكل يتغير. يعني في عمليات بتتعمل في اوقات انت مش محتاجاها، زي مثلا لو شديتي وشك وانت مش محتاجة شد وش. كام سنتي المفروض لا يعني بصي، هو شد الوش لما اشتغلناه في الاول كان لما يبقى عندك ترهل بنسبة 7 سنتي جلد نقدر نشيلهم، سواء أنسجة سطحية أو داخلية. إنما دلوقتي بقى أي واحدة تحس إنه عندها سنة جاولينج، فاللي هو مثلا عندها سنتي جلد زيادة في منطقة الفك، تقول لك لا خلاص أنا لازم أعمل شد وش، وهي تبقى مثلا في محافظة على وشها بالفيلرز والبوتوكس. فبالتالي لما تشد وشها هو he has no room to improve قوي، هيشيل لها 2 سنتي زيادة، وهتلاقي نفسها بعد سنة أو سنتين الأمور رجعت زي ما كانت. زائد وده الأخطر إن هي كل الأنسجة بقى اللي احنا عملناها جراحيا تليفت ولزقت في بعض، فقدرتها إنها تقدر تعمل العملية when it's needed وهي في الستينات مثلا بتبقى مش حلوة. لأن الجراح لما بنيجي نفتح بقى في عملية اتعملت قبل كده كل الطبقات بتاعت الوجه دي بتبقى لزقت في بعض بسبب التليف. فالأفضل إنه نعمل كل إجراء في الوقت اللي احنا محتاجينه، في وقت جميل قوي من أول الثلاثينات لغاية الخمسينات. البوتوكس والفيلرز كافيين. أنا عندي عيانين في السبعينات بقالهم معايا حوالي 18 سنة أو 15 سنة، دول they don't need an operation، لأنه بنعمل الإجراءات دي بطريقة بروتوكوليا مظبوطة وبدون إكثار وفي انترفلز مظبوطة، فأنسجتها ما وقعتش. فمش محتاجة عملية شد وجه. هو في ناس في السن ده بيعملوا شد وجه؟ في أنهي سن؟ 35 40؟ لا يعني ابتدينا نشوف انه في الاربعينات بقى في ناس تقول طب ما اعملها انا في اوائل في الاربعينات او الخمسينات وهي شكلها مش يعني واحدة زي حضراتكم مثلا انتوا بامانه مش محتاجين عمليات شد وجه، بس لما هتشوفوا العشرينات اصلا بس طبعا يعني، بس قصدي انتوا مش محتاجين العمليه دي، بس هتشوفوا اعلانات كتيره انه يلا اعملي عمليه شد الوجه. اولا لازم تبقوا فاهمين. هقول لحضرتك بقى اجابه على النقطه دي للناس اللي بتستعجل وتعمل.
هي في ستات بتبقى مش عايزه تسيب وشها لغايه ما يبوظ قوي، فالناس تحس باختلاف، يعني عايزه تحافظ على نفس الشكل مده طول ما الوقت، انت ممكن تحافظي على نفس قبل ما الشكل. يتغير تلحق تنقذه. حلو، بس انا عشان اشد حاجه لازم تكون ترهلت. طبعا هديكي البق مثل. هيتعوج. احنا مش بنعمل تامي تاك اللي هي شد أيوة. البطن. مظبوط. لازم البطن تكون ترهلت. مم. هشد حاجه مش مترهله عشان تستحق يعني. سو لو انا حاجه ما اقدرش اعالجها بالبوتوكس والفيلرز، ساعتها نوجه العيانه انها تعمل اجراء زي اصل عمليه شد الجراحي دي عمليه فيها حاجه اسمها داون تايم، يعني بتقعدي في العمليات وقت من تعافي. 5 ل7 ساعات، مم. وبعدين نقاها حوالي اسبوعين 3، واحنا في عصر ما بقاش يستحمل الاجازات دي يعني، مظبوط. فاهمه؟ فانما لو حاجه تتحل بحقنتين في ربع ساعه وتكملي يومك عادي زي ما انتوا اكيد جربتوا قبل كده، لا طبعا الفرق صحيا وماديا ووقتا، اللي هو اهم كرنسي انك نملكها، انك ما تضيعيش وقتك. يعني أيوة ليه طبعاً. عايزه تقعدي في البيت اسبوعين 3 شهر ما تحضريش حاجات اجتماعيه وكده؟ في نقاهات بتحسن عن كده، وخلي بالك كل ما الاجراء يبقى مور راديكال جذري وذو نتيجه ايجابيه كل ما هتقعدي اكتر. انما لو أكيد. شديتي جلد بس من بره وخياطه الورم هيقعد اسبوع وتنزلي تاني، بس بعد سنه هتلاقي نفسك تحتاج نفس تاني. الاحتياج حاجة للعمليه تاني. هو اصلا موضوع شد الوجه الجراحي ده، دي حاجه يعني جديده، ولا دي حاجه طول عمرها موجوده واحنا اللي بقى ترند دلوقتي؟ لا هي حاجه طول عمرها موجوده وبنعملها، بقينا بس عاده فجأة كان في الافريج هوس. ايج في الستينات لما كان فعلا خلاص. دلوقتي بقى الناس كلها عايزه زي ما تفضلت دينا وقالت انه وشها ما يتغيرش، بس مش ده الحل، لانه وشك هيتغير سواء للاحسن او للاوحش بعد عمليه جراحيه. فكل وقت وليه اذانه زي ما بيقولوا، فنعمل حاجه في وقتها لما يبقى فيه انديكيشن، وما نبقاش اللي هو يلا. ما خلي بالك انت دلوقتي ابتدى الماركتنج عباره عن ايه؟ خلق الحاجه. هو بيخلق لك احتياج انت ما انت كنت بتفكري في شد الوجه من سنتين، لا ولا اعرف، بس دلوقتي من كتر الاعلانات وكده فبقيتي تفكري في كده. برضو الاجراءات التجميليه البوتوكس والفيلرز ما كناش نسمع عن السكين بوسترز بالكثافه دي. دلوقتي بقيتي انت حرام الانستجرام والتيك توك معرضك للحاجات دي، واحنا برضو عندنا جزء فهلوه جامد، فلازم انتوا كمرضى، واعتقد انه الثقافه الطبيه ابتدت تزيد خصوصا في المجال التجميلي، انه تبتدوا بقى تعرفوا الفرق بين ايه المركز التجميل وايه الدكتور وكده. لو جه في النقاش هبقى اشرح لكم لانه في حاجات واضحه. دكتور هنتكلم دلوقتي بقى عن الفيلر. اتفضلي. انا سمعت ان ساعات الفيلر بيسيح في الوش او بيمشي في الوش. لا وانا دايما بجاوب على السؤال في ده. الوش. لا الفيلر يعني مش فار مسح حطيناه تحت الجلد. يعني بحس سمعت انه بيقولوا بيتنقل من حته لحته، صحيح الكلام ده؟ لا يا فندم، الفيلر اولا الفيلرز انواع، اوكي، انما كل الفيلرز اللي هي اف دي اي ابروفد تبقى معموله من ماده اسمها هيرونيك اسيد. خلي بالك في انواع تانية من الفيلر بمكونات اخرى لا تحبذ، يعني مش محبذه، يعني ما بحبهاش. انما اللي انا عايز اقوله انه لا الفيلر امنه، ولو اتحقن في منطقه اللاير الطبقه الصح في الوجه بيؤدي للغرض اللي احنا عايزينه، سواء يرفع رباط معين فبالتالي يدي ليفتنج للوش، سواء يملى تجعيده موجوده، حسب هو هيتحط في اني لاير وباني انجل في النيدل. يعني الموضوع كله محتاج تقنيه. مش هيتحرك. امتى ممكن؟ بس تحت العين انا سمعت ان الفيلر اللي تحت العين بيتحرك. مش بيتحرك، هو يا اما اتحقن سطحي بطريقه خاطئه، يا اما في بعض الاحيان النادره. مثلا انا شفت حاله نادره كانت عيانه عملت فيلر وبعدها بساعتين كان عندها حجز مساج لوشها او في شيء، فراحت عمليته وجاء ده اتحرك فعلا، لانه هي الست بقى الماسوز او المسؤوله عن تقديم الخدمه دي، عارفه زي المساجات المغربيه اللي هي فيها هارد موفمنت، فغالبا من كتر الهاردنس كان لسه ما خدش مكانه راحت. انما دي حالات نادره جدا. انما المايجريشن اللي بتحصل
اللي بتشوفيها في الليب والابر ايلid ده اتحقن غلط. بس مش جودة منتج مثلا مش لا مظبوط اتحقن أو غلط آه. وملا ميه. آه. وطبعا يعني في تفاوت في جوده المنتجات، لازم تبقوا عارفين يعني، لانه ده كله بيبقى حسب بقى الدكتور بيختار ايه. وهنا بنقول انه العنصر الاساسي في هذه الخدمه الطبيه هو الدكتور وكفاءته وذوقه. طب يا دكتور، حضرتك اتكلمت على التليف كسايد افكت في اوقات كتيره بيحصل للجلد. هل فكره ان الخيوط او الثريدز ده منتج بيؤدي الى التليف؟ لان بنسمع الكلام ده كتير، سؤال فرأيك جميل. ايه؟ هقول لك رايي على ثريدز بدون زعل للناس اللي بتحبه يعني. طبعا هي الثريدز دي يعني خيوط جراحيه. معموله من ايه؟ معموله بنفس الخيوط الجراحيه، المكون يعني اللي بنستخدمها مثلا، مش انت لما بنعمل اي عمليه في البطن او في الدراع او كده بنخيط تحت الجلد بحاجات تدوب. مظبوط. فبنفس الماده دي عشان تدوب بعد 6 اشهر او سنه او سنه ونص، بقينا نعمل او عملوا الثريدز اللي يقال انها بتشد جلد الوجه. هقول لك ايه تحفظي كجراح تجميل. الماده مقبوله لانها بتدوب بعد كده، بس انا حاططها لما باجي اخيط مثلا في شد بطن او في جرح، انا بخيط في طبقه معينه عارف انها هتدوب، مقبول انها تدوب في الطبقه دي بعد سنه مبدئيا. ثانيا انا شايف انا بخيط فين. انما ثريدز دي بتعتمد على ايه؟ احنا بندخل الخيط بلايندلي بإبرة طويلة داخل في المجهول، فداخل انت مش عارفه. والخيط ده لازم اشرح لكم كله هوكس. يعني ايه هوكس؟ زي الهلب بتاع السفينه عشان يغرز في الانسجه فتعرفي تشدي. فانت لما بندخله والهوكس دي irreversible يعني ما بترجعش عشان تفضل عامله التنشن. فلو انا دخلت في منطقه او طبقه خاطئه ممكن يبقى فيها بعض زي ما تقولي الاعصاب او الاوعيه الدمويه او في ساعات الدكتس بتاعت الغدد، يعني مجرى الغده اللعابيه. انا جات لي حاله اتعمل لها خيط هوكت في الغده اللعابيه، فبتبقى شغلانه وبنضطر نفتح موضعيا جراحيا عشان نسلك الديفكت. زائد الافكت فين؟ بمعنى انا لو حضرتك بصيتي على وشي وانا عملت كده حطيت خيط، مش لازم عشان الخيط يشد تشوفي كرمشه. يعني عشان الخيط انت ما بتشوفيش كرمشه. فهو اللي بيعمله الخيط اغلب الظن هو انه بيبقى حاجه اسمها انفلاميشن، يعني التهاب موضعي، فالوش بينفش فتحسي ان الوش اتفرد شويه. وبعدين والالتهاب الموضعي ده مزمن يا دكتور؟ بيقعد على قد ما يقعد وبعد كده بيروح. وعشان كده هتلاقي عمليات الخيوط عماله كحاجات موضعيه يعني في المكاتب في العيادات قلت جامد اخر 5 سنين. يعني كانت بوبولار اكتر، وبعد كده لما الناس اكتشفت خطورتها او عدم فايدتها يمكن ما حسوش بالنتيجه اللي كان عايزينها يعني، فلقوا ان الموضوع لا يستحق. طب يا دكتور، بالنسبه بقى لحقن الفيلرز اللي هي اللي بيقولوا عليها الحقن الدائمه يعني او بيرمننت، اللي زي الرادياس والسكالبترا، راي حضرتك ايه فيهم؟ بصي هي مش دائمه، وهم دول انواع فيلرز كانت موجوده بقالها من حوالي 15 20 سنه ومنتشره، وايام ما كنت بشتغل في انجلترا وكندا كانت موجوده. هي حقن فيلر مكونه من ماده، يعني بدون ذكر اساميها بطريقه كده. اول نوع اللي انتوا ذكرتوه ده في حاجه اسمها كالسيوم هيدروكسي ابيتايد. هيدروكسي الابيتايد ده ماده مكون طبيعي بيحصل في جسم الانسان، بس بيحصل فين في جسم الانسان؟ في العظم والسنان. اوكي. فهم اضافوها للجل اللي بيستخدم كفيلر على اساس انه يطول امد الماده المالئه دي. اوكي. عيبه ايه من يعني طبعا ليه انا ما بفضلوش؟ عشان ده جسم غريب. يعني لما بيتحط في الانسجه الرخويه اللي موجوده في الوش بيؤدي لتليفات كتيره. ثانيا ممكن يعمل لنا زي نوديولز او جرانيولوماز، يعني زي ما تقولي مش تحسي كده حاجه مكلكعه. حلو. وبيمنعنا، بيؤدي لانه لما نيجي نحقن الفيلر العادي نبقى قلقانين بس نعمل رياكشن معاه. النوع التاني بقى معمول من ماده نفس ماده الخيوط، يعني السكالبرا ده معمول من نفس ماده الخيوط اللي بنخيط بيها تحت الجلد، فهي بتقعد فتره سنه او كده، وعيبها انها تقيله.
فالجسم بيعمل حواليها زي التهاب بسيط، يعمل زي نوديولز. انا شايف انه اي حاجه ممكن يحصل منها اي مضاعفه انا يعني ابعد عنها. الهيالورونيك اسيد بيست فيلرز اللي هم الفيلرز المعموله من هيالورونيك اسيد ببساطه واحد كده كافي جدا، لانه هو معمول من سكر بيخليكي تقدري تبني الكولاجين بطريقه افضل وبدون اي تاثيرات او مضاعفات حاده يعني. دكتور حضرتك قلت في اول الكلام على الفيلرز، يعني قلت حاجه لفتت انتباهي جامد جدا، انه احنا دايما عندنا الاعتقاد او البرسبشن ان الفيلر يعني بيملى، بس حضرتك قلت انه ممكن ما يملاش، ولكن إن نستخدمه في ان احنا نحدد او نلفت. هو الفيلر التكنيكس اوف انجكشنز فيه اتحسنت في مدار اخر 20 سنه. يعني ممكن يرفع الوش مش يملى الوش. يرفعه بالفعل، وده اللي اكيد سمعتوه كتير وكده، بس المشكله انه يتحقن صح. بمعنى احنا بقينا نشوف دلوقتي، فاكرين لما طلعت حكايه انه التشيك بون، فبقى كله يحقن في التشيك بون على اساس يرفعها، ايوه لغايه ما بقاش في مكان في التشيك بون، بتلاقيها بقت عامله زي صح، ارتفاع الفراشه كده نتوء. ايوه مخدتين. حلو. فبعدين لقوا ان ده بقى يعمل تجويف فوق، لان بقت دي اوطى من دي، فتروح للدكتوره او الدكتور تقول لها لا بقى انا هحقنك في المنطقه دي التمبل يعني، وهي ما فيش احتياج للحقن في التمبل. سو اللي الفيلرز لو اتحقنت صح، هنا مثلا في ليجمنت خفيف قوي لو اتحقن عنده هيهك وهيرفع الجلد عند التشيك بون ببساطه ومن غير كميه يعني. ونفس الحكايه عند الجو لاين، من غير ما اللي هو الجو لاين يبقى رجالي او المنظر اللي شفناه في بعض الممثلات اللي كان الحقيقه كان شكلهم حلو، وبعد يعني بتشوفوها على السوشيال ميديا أيوة. خلاص هي ما بقت فكها زي الراجل او زي حتى الراجل التو ماتش يعني مش صح. فاهم حاجه الطبيعيه، لانه لما تفضلي تروحي تقولي له اعملي بقى جو لاين فيقعد يحط جو لاين بتفقدي انما الفيلرز if used properly طبعا بتعمل ليفتنج وسليمنج للوش. وبرضو عايز ادي ملحوظه على موضوع السليمنج، لانه بقينا نشوف الدقن المثلثه المدببه كده بقت بوينتوي، لدرجه ان انا بشوف مثلا صور للناس، عارفه دلوقتي احنا الناس في الساحل وبيتصوروا كتير، تلاقي 2 3 في المجموعه دقنهم بقت عامله زي مدببه لان خليهم راحوا لنفس الدكتور فشغال يدي كده وكده. طب ساعات يا دكتور بعرف وش حد عامل عند الدكتور مين؟ انت اكيد رحتي للدكتور ده يعني يعني هو شغال دقن مدببه عشان ايه فما دام ما يصحش انت دقنك ما اتولدتيش تبقى مثلثه زي الجبنه لا انت دقنك معموله طبيعيه فيها سنه كونفكسيتي يعني ليها تشريح يحترم يعني. دكتور احنا دلوقتي اتكلمنا عن الوش، عايزين بقى نتكلم عن الشعر وعن الايد. انا عارفه ان حضرتك بتعمل بوتوكس في الايد او حاجه بيحسن الفيلرز بتحسن الايد جدا. فعلا الايد تعامل معامله الوجه والرقبه لانها من الاماكن اللي بيبان عليها السن والاماكن اللي بترهق مع الحياه اليوميه بالظبط. والفيلرز والسكين بوسترز بيحسنوا الجلد بتاع الايد زي ما بنحسن جلد الوش، يعني بيبقى ليها تأثير. ليها تأثير وبتقعد اكتر وما بتوجعش if done properly يعني. بس فهي انا بتقعد قد ايه بقى يعني تتعمل كل قد ايه؟ الايد بتقعد اكتر من الوش كمان بنفس نوع الفيلر يعني. بستخدم في الوش نفس اللي بستخدمه في الايد يعني، بحترم الايد جدا. والشعر بقى المتاح والكافي هو الفيتامينز، ما زاد عن ذلك. انا عارف ان انتوا بتسمعوا عن حاجات كتيره قوي، في حاجه بتتحقن زي جروث هرمونز كده. لا طبعا هم بيقولوا جروث هرمونز بس هو مش جروث هرمون، ما حدش يقدر يحقن جروث هرمون بالشكل ده في اماكن موضعيه. بيحقنوا حاجات فيها جروث فاكتورز اللي هي مغذيات وفيتامينات مقبول حسب طبعا نوعيه لازم يا جماعه تتاكدوا من الحاجات اللي يعني سيبك من الاعلان، بس اللي انتوا هتروحوا تتحقنوها حلو، منتجات مش عارف ايه وكده، بتسمعوا عن مواد كثيره فيها حاجات مختلفه.
انت تقري عنها وتعرفي دي ايه. يعني انا بشوف ساعات او بيتبعت لي، لان انت عارفه مثلا واحده زي حضرتك تبقى بتتابعني فتبعت لي وتسال رايي في حاجات، بضطر اني يعني بشوف حاجات غريبه اللي تقول لك يعني حاجات بقى كوريه وكده، واصلا كله مضروب يعني، ولا كوري ولا بتاع. بس اللي زعل يا دكتور ان دكاتره كبار بتعمل كده. يعني مش عايزه اتكلم على حد، بس في دكاتره كبار المفروض ان هي برضو عندها كل الانفورميشنز اللي عند حضرتك، اه ورغم كده بيعملوا لا، ما الحاجات انت دي. يو هاف تو فلتر. بمعنى انت ممكن لازم تعرفي، يعني انت ممكن حضرتك تبقي متوقعه الدكتور كبير، بس كبير ايه؟ كبير اعلانات او تواجدا على الانستجرام، او انت يعني اصحابك يعرفوه. انا I wish بس to ده مش disagree. هو معناه ما تقوليش بس دكتور كبير، يعني اه دكتور اه ممكن ايه موجود شهاداته. يعني على يقصد السوشيال اسم ميديا. ما هو اسم وشهادات. ده اه السوشيال بس ميديا، انت السوشيال ممكن ميديا ب100,000 جنيه مش اعلانات ايوه بقى دكتور. اسم مشهور صح. لا وعليه اقبال ويصوريه. وناس كتير ما هو بتروح له. اقبال من من الاعلانات. من الاعلانات ما اعلانات هي بالظبط. بالظبط. السوشيال المشكله ميديا. اللي احنا بنواجهها في مصر، انه الناس لسه مش عارفه تفلتر الفرق بين المشهور وبين الشاطر. مم. يعني مثلا مجدي يعقوب ما عندوش كجراح قلب. تخيلي قبل السوشيال ميديا دي، هو ما كانش انت تعرفي عنه، بتقري عنه في ابحاث علميه وفي عن تقدمه العلمي، وقد ايه عمل ابحاث، وقد ايه هو ناجح او تسمعي صحابك بيقولوا ده جراح شاطر، ده شاطر، أيوة. اللي هي word of mouth. دلوقتي من كتر ما طبعا السوشيال ميديا، وهي ليها ايجابيات كثيره، بس من ضمن سلبياتها انه حضرتك او اي حد لو جبتي ابن حضرتك اديتي له 100,000 جنيه يعمل اعلانات، خلاص عمل اعلانات، عايز يقول على نفسه مثلا اشهر جراح تجميل، اعظم واحد، بيحضر مؤتمرات، بيفتحوا له ابواب الفنادق، عربيات بنتلي، بتنز، كل دي انت شايفه صوره لامعه. وممكن تتكلمي تحجزي في عيادته ما تلاقيه حاجات بقى بتسمعوا ده عنها. الفرق بقى بين المرضى هنا في مصر وبين انجلترا وكندا والدول التانية. يعني ايه الفرق بين حضرتك اشتغلت في كندا وفي اه انجلترا، انا اشتغلت فحاسس في الفرق ايه، لا او ده هقول الفرق لك، ايه؟ اولا المريض المصري ذكي جدا ومتفتح، وبقوا يقروا كتير، بس احنا لسه ما عندناش حته، يعني بقى عندهم فقدان ثقه. ليه؟ لانه زي ما حضرتك قلتي، بيشوفوا على السوشيال ميديا دكتور مشهور جدا، بيفتكروا انه عظيم، او دكتوره عظيمه وبرامج وحاجات، بس تروح تعمل الاجراء تلاقي الدنيا. ف الفرق الاساسي بين الطب هنا وانه القدره على انك تفلتر، انك تعرفي. خلوا بالكم التجميل ده اجراء طبي، اوكي؟ لازم نعرف دي، يعني مش حاجه، مش كوميرشال، انت مش رايحه كوافير. فالاجراء الطبي ده مهما كان كومن شائع، يجب ان يحترم، لانه دي في حاجات هتتخلل انسجتك وتؤدي الى تغيير في هيئتك، وتؤدي انها تصغر، يعني تعمل حاجات تغير حاجات فسيولوجيه في وشك او في جسمك. فما نقدرش نتعامل معاه على انه حاجه هايفه، وتقولك ما انا صاحباتي راحوا ورجعوا كويسين. لا، ايه ده؟ يعني مثلا واحده بتحكي لي انها عشان تقابل حد، الدكتوره او الدكتور 3 4 بيعملوا حاجات في وشها على ما لا، يعني ما فيش الكلام ده. الدكتور المهني ما فيش حد هيتعامل مع وجهك غيره. الكلام ده مقبول لو انت بتروحي كوافير، حد يغسل شعرك وبعدين تخشي على ده ويعديكي. انما لا، الطب دي مهنه، يعني لما مريضه بتيجي لاي دكتور محترم ما حدش بيلمسها غيره، ما حدش بيشوف المريضه غيره. صح. يعني بيعرف يقيس ايه، ممكن مساعدين يبقوا معاه، انما حتى انا برفض انه حد يسالك الاسئله غيري، لان انا محتاج اعرف الادويه اللي بتاخديها، انا محتاج اعرف اخر اجراء عملتيه ايه وامتى، مش اسمع من الدكتور الزميل اللي شغال معايا عملتي ايه، لان هو ممكن يتلخبط. لازم كومبليت اتنشن، انت تحسي ان حضرتك بتاخدي الخدمه الطبيه كامله من الطبيب المعالج، انما مش موضوع عدي على ده وبعدين ده وبعدين ده ده في الاخر. انا في الاخر رايحه للدكتور لاسمه، فعايزه اتعامل معاه هو شخصيا، وعايزه اسمع منه، مش من هو ده بيجي من 3-4 مساعدين قبل ما اخش للدكتور. صح. يعني لانه ما فيهاش انصاف حلول.
سؤال تاني يا دكتور، يعني انا ملاحظه ان في جيل الثلاثينات، الميد 30s والثيرتيز، في منهم جزء كبير قوي او شريحه كبيره قوي اصلا بتقولك انا عايزه اخليني على طبيعتي، ايج زي ما انا عايزه الرينكلز بتاعتي، عايزه الجرافيتي تسحب وشي لتحت، ومش عايزه تعمل اي نوع من انواع الاجراءات التجميليه او ده التحسينيه. حضرتك بتقولي في سن ايه؟ في الثلاثينات عندي كذا ماشي، حد بشوفه كده. معقول. و ويعني اه مش ممكن ما تحتاجش تعمل لا، الا حتى لو لما. انا شايفه انها محتاجه تعمل، هي شايفه انها مش عايزه تعمل. لا ف بصي هقول لك حاجه. هو احنا مش محتاجين نسوق للتجميل، فاهمه؟ هي الناس بتعمل ليه؟ بتحب عشان شكلها. بتحب النتيجه، اي رايت؟ فدلوقتي هل سيادتك وانت مثلا في سن معينه زي والدتك لما كانت في نفس السن؟ نو واي. لا جيل مختلف. طبعا احنا في الخمسينات دلوقتي او الاربعينات بقينا غير ما الجيل اللي قبلنا كان، صح سواء جسما او شكلا. مظبوط. حلو. لانه كل حاجات كتير قوي اتغيرت. اولا العلاج الطبي اتحسن، فبقت الناس ملتفته قوي لصحتها وزي تلعب رياضه ريجولرلي وحاجات كده. زائد انه بسبب الاجراءات الطبيه البسيطه زي البوتوكس والفيلرز بقى الامور بقى شكلها افضل، فبقت تعملها بطريقه منتظمه من غير ما انما حكايه انك ما هديكي مثل. انت ليه بتروحي الجيم بطريقه منتظمه، او ليه بتمشي كل يوم ساعه، او اللي يقول لك انا لازم اعمل ال 8000 خطوه او 10000؟ ليه؟ عشان انت وقعها على جسمك، على حياتك، حسنتها. صح. حلو. فانت لو ما عملتيش كده اللي كان بيحصل ايه؟ انه يا اما بتبقي ديبريست شويه، يا اما صحتك مش تمام، يا اما ممكن يبقى في زياده في الوزن، ودي كلها حاجات ما بتبسطكيش. الواحد بيعمل الحاجات بطريقه منتظمه، الديسيبلين دي بتديله ثقة أكتر بنفسه عشان يبقى شكله أفضل، لأنه مفيد. لو شفتي ريونيون لمدرستك مثلا، واتنين تلاتة من أصدقائك ما بيعملوش ولا إجراء، لو قارنتي نفسك بيهم هتتخضي، هيبقى شكلهم زي حد أكبر منك ب10 15 سنة. طب ايه اللي ممكن نديهم كنصيحة يعملوه طبيعي لو هم مش عايزين يروحوا ناحية البوتوكس والفيلرز وكده؟ لا طبعا في نصايح كتيرة، ياكلوا كويس ويشربوا مية كتير والحاجات دي. بس في مرحلة ما سواء راجل أو ست هيحتاج يعمل الحاجات دي عشان يحافظ على خلي بالك، ما انت ما كانش عندك الستريس ده برضو. يعني انت عايزة تتمرني وتشتغلي وماسكة بيت او فعليك مسؤوليات كثيرة. يعني صح. فانت كل ضغط الحياة ده وعينينا طول النهار في سكرينز، فكل ده ادى لظهور تجاعيد برضو بدري احنا ممكن نتفاداها بشويه. طب السكين بوسترز تغني بالنسبه للسن الصغير، يعني الريلاتيفلي صغير، يعني مثلا حد في ال30 عمره ما عمل اي حاجه من حاجات البوتوكس او فيلرز حتى، ينفع يستخدم السكين بوسترز كحاجه تزق معاه او تديله شويه جلو؟ بصي السكين بوستر هتغذي البشره زيها زي اكنك بتحطي مويسترايزر تقيل. حلو. وليها ودورها محترم سواء في السن الصغير او الكبير. بس لو غرضي من الاجراء هو ان انا ارفع انسجه او اقلل تجاعيد، السكين بوستر ليها حدود في الموضوع ده، مش هتقدر قوي انها تحسن الموقف، فنستخدم السكين بوستر. ودايما انا بنصح السكين بوستر يبقى بلوتو بيزد على هيرونيك اسيد بدون اضافات كثير. لان دلوقتي بقينا نسمع عن حاجات فيها احماض امينيه ومش عارف ايه، قال يعني تغذي. وهقول حاجه في النقطه دي، انا دلوقتي لو انا بروح الجيم وعايز اكبر عضلات، ما شفتيش واحد بيحقن العضله بروتينات امينو اسيدز؟ لا موضعيا. صح. ما هو من باب اولى عايز يكبر العضله يحقن موضعيا. فحكايه انه يضيفوا لها اصل الانسجه هتبقى محتاجه امينو اسيدز، لا دي كلها تاكلها جسمك يهضمها، يديله الغذاء الاساسي اللي محتاجه كل جزء في بشرتك سواء كولاجين وهيرونيك اسيد وكده، والدنيا تتحسن. هسألك سؤال يا دكتور. اتفضلي. ده سؤال بصوت قوي. بس يعني اصل احنا سيبنا البوتوكس، وانا جه في بالي سؤال انه انا بلاحظ ان في دكاتره بتحقن بوتوكس والبوتوكس ما بيقعدش شهر او شهرين. حتى لو مثلا اكتر من 60 يونت في القوره مثلا. لا ما هو كلامك طبعا
يؤخذ هل في منه بوتوكس ويراد. مغشوش؟ هقولك هل في يعني- بوتوكس كتير قوي، او مش كلمه بوتوكس، الماده اللي هي التوكسين ده بقى في كتير من بعد بقى ما تغير اسعار العمله وهكذا، انه بقوا يجيبوا انواع ارخص. الانواع دي يا اما بتعمل حساسيه يا اما ما بتشتغلش كتير. انما البوتوكس في الاصلي او الانواع المعترف بيها او الاف دي اي ابروفد، جرى العرف اخر 5 6 سنين ان احنا نقول انه يصح يقعد من 3 ل4 شهور، يزاد منهم او ينقص حسب المريضه. عايزكم تبقوا فاهمين ده دواء، بمعنى حضرتك رياكشن جسمي غير جسمك رياكشن ليه، جسم بمعنى حد. وفي ناس البوتوكس دايما بتلاقوه محطوط في التلاجة، فلو هو مثلا راح بدري تعرفي انه ممكن يبقى بسبب يا اما رياضه كثيره، عرق جامد، واحده جالها دور برد جامد، واحد بيخش الساونا كتير، حاجات كده. لو حد جاله دور برد جامد ممكن يقلل فتره وعاد لانه البوتوكس. افرضي جالها فيه سخونه، ما السخونه دي بتؤدي الى ان البوتوكس زي ما تقولي النتيجه بتاعته او الايفكت بتاعه يضعف. دي معلومه آه. جديده. لا اول مره اسمع عن أنا أول مرة القصه أسمع. دي. ايوه طبعا. اه يعني المرض الشديد لما يلم بانسان مم. بيؤثر عليه، إيه رأيك اذا يا بيؤثر دكتور؟ عليه من غير دواء ما بالك أيوة بالدواء. صح. يعني ايه رايك في مستقبل العلاج الطبي في عامه وفي التجميل خاصه في مصر؟ سؤال في جميل العالم جدا. كمان. بصي انا اي بليف انه الطب في العالم بيتغير حاليا. إن في حاجه عايز الفت نظر الناس ليها، في حاجه اسمها هيلث سبان وحاجه اسمها لايف سبان، وهشرح لكم ده ايه عشان انتوا تفهموها. والناس اللايف سبان ده اللي هو عمرك قد ايه. يعني في ناس ربنا كاتب لها 80 سنه 90 سنه 70 سنه، ده اللايف سبان بتاعها. انما الهيلث سبان هو قد ايه تقدري تعيشي صحيا في عمرك. يعني الهيلث سبان بتاعك قد ايه، يعني هتعيشي من ال90 سنه دول كام سنه وانتي صحيه قادره على خدمه نفسك والتعامل مع الميديم او الوسط اللي انت فيه. ده اللي العلم كله. يعني مثلا انت اكيد كلنا شفنا في عائلاتنا حد كبير في السن قعد مثلا من سن ال60 لسن ال80 او يعني مش بسبب امراض الشيخوخه او lack of fitness او الحاجات دي. ده اللي اسمه نقص الهيلث سبان. دلوقتي كل العالم بيتجه، وده علم كبير اسمه فانكشنال ميديسن او في ناس بتسميه لونجيفيتي، انه ازاي نخلي الهيلث سبان ده يقرب قوي من اللايف سبان. يعني الانسان يعيش اكبر فتره ممكنه في سن في صحه كويسه لغايه ما شاء الله. بالنسبه للتجميل بقى، طبعا انتوا اكيد بتسمعوا ان كله بقى يتجه انه يبقى الشكل طبيعي، خلاص زهقوا من تو ماتش تشيك بونز، تو ماتش جو لاين، وعشان كده تو ماتش فيك. فبس طبعا لازم نخلي بالنا انه مش كل الاجهزه الجديده اللي طالعه نستخدمها، ما نبقاش احنا اللي يتجرب علينا. لان هم بيبعتوا لنا الاجهزه دي يلا جرب، لا احنا نشوف، نصبر شويه سنه سنتين على كل جهاز، نشوف ده فعلا بيجيب نتيجه كويسه ولا لا. انما طبعا العلم بيتطور عشان صحه الانسان تبقى افضل ويعيش حياه افضل، ويعيش حياه افضل بشكل افضل. طيب دكتور، كان في حاجة مهمة قوي بنتسألها كتير واحنا شخصيا بصراحة مش عارفين الإجابة الصح ايه، وهي موضوع الأجهزة. أنا بشوف موضوع الأجهزة ده حاجة controversial. في ناس بتقول فكرة الأجهزة دي زي قلتها، كل شوية يطلعوا لنا بجهاز جديد بتكنولوجي جديدة، وناس تانية تقولك لا الأجهزة دي حاجة هايلة وبتعمل إفكت جامد جدا. وهل لو في أجهزة كويسة بتحتاج استمرارية عشان النتيجة في الآخر تبان، ولا الكلام ده غير صحيح؟ طيب بصي، سؤالك عام شوية. الأجهزة في منها كتير، في منهم من أثبت نجاحه، وفي منهم اللي هو زي عشان ما نقولش كلام مش علمي، محتاجين ترايلز أكتر. الجهاز اللي أثبت اللي أنا أقول لك روحي اعمليه وأنتي مغمضة هو جهاز إزالة الشعر بالليزر. اوكي. حلو؟ لا انا ما بس كانش كده؟ قصدي على لا. دول اثبتوا. أنا انا بقول ده الجهاز اللي هو أيوة. أثبت نجاحه ايوه. بما لا يدع بتاع مجال السلوليت لا برضه. يعني مثلا الاجهزه اللي هي بتفتت الدهون، بتشد الجلد، لا مفيش الكلام ده لغايه دلوقتي. ما حدش بتودي يقدر. مشكله يا ريت الرقبه. كنا حلينا مشاكل كتيره ما اتحلتش لسه، وفي منها كتير اندر ترايلز. الشركات
بتقول ان الجهاز بيعمل، التطبيق ما بينجحش زي ما الشركات بتعلن. علشان كده عمرك ما هتلاقي الاجهزه دي قعدت اكتر من سنتين، لانه هو بيجيبوا الجهاز ويقعدوا يشتغلوا بيه سنتين، يسدد ثمنه وبعد كده يلاقوه ما بيجيبش نتيجه فشكرا. دكتور، ده في كم اعلانات لاجهزه ومنتجات تجميل في العيادات بنشوفها بقت ظاهره. ما هو بمنتهى الدبلوماسيه بقول لك انت كمتلقيه لازم تعرفي انه تخلي بالك ايه اللي بيعلن عليكي. ما هو دي اصل جزء الاجهزه دي بتبقى بزنس. غاليه قوي كمان، فعشان جهاز كده بيبقى الكامبين عليها عالي ما عشان هو ده. فانت لازم حضرتك تقري عليه بطريقه بيسموها نيوترال، يعني بطريقه بلا اي بايس، يعني بدون انحياز، تقري لوحدك وكده لانه في اجهزه كتيره بتطلع سنويا وما بتلاقيش نجاح. انا اجهزه قليله من ضمنها مثلا بعض انواع الليزرز للاكني سكارز، للندبات، لبعض الوحمات الدمويه، بعض التاتوهات ليها نجاحات كبيره وما نقدرش نقول عليها حاجه. الاجهزه الليزر زي ما قلت لازاله الشعر ناجحه بلا بعض الاجهزه للدوالي في بعض الاحيان. انما الاجهزه اللي بقى بتقول لك انا هشد الجلد وهعمل زي ما تقولي تحسن للسليوليت او اللي بيسموها الستريتش ماركس وكده، احنا ما شفناش حاجات كونكلوسيف، يعني نتائج 100% حتى هذه اللحظه. وايه رايك يا دكتور في جراحه شد الجفون اللي هي العين؟ جراحه ناجحه وجراحه ناجحة. بس موصوفه بتتعمل كل شويه ولا وتتعمل لما يبقى ليها ينفع تتكرر يعني؟ لا، بتتكرر لو في احتياج حصل. يعني ينفع يتعمل في نفس العين مع ان في خياطه تتعمل تاني تتعمل عادي؟ تاني لو في احتياج. في ناس اه، عملتها مثلا في سن ال50 وعند سن ال65 لقيت ان في ترهل. تتعمل او خلي تاني. بالك في بعض الاحيان في ناس بتعملها مره ما بتبقاش اتحسنت، بالظبط، فبتستنى كام سنه وتعيدها تاني. ما تأثرش على انما في النظر ناس ولا على مره اي حاجه واحده ولا؟ كفايه. طب سؤال على حاجة تانية خالص. اتفضلي يا فندم. ودي حتى يعني out of experience في عيلتي يعني. آه. موضوع البوتوكس لعلاج زيادة التعرق او الاكسسيف سويتنج. اكسسيف سويتنج انا عارفه ان هو مثلا بينفع في الايدين والاندر ارمز، بس دايما بسمع انه في الرجلين ما ينفعش خالص او مؤلم قوي او حاجه. وهل في تكنولوجي جديده طلعت تساعد على الموضوع ده؟ لانه بجد حاجه يعني بصي هي صعبه للعيشه بيها. موضوع التعرق ده كان الاول بيتعمل بعمليات جراحيه، وعمليات جراحيه في اماكن حساسه، يعني عشان تمسك عصب معين كده هو مسؤول عن التعرق. اوكي، البوتوكس ساعدنا جدا على ان احنا نستخدمه في الاماكن زي ما حضرتك قلتيها، في الايد وتحت الابط اللي هي الارمبيتس، وفي الفوت سنه. بس قصدي الدوزز اللي بتتاخد في المناطق بتختلف من مريض لمريض، والكونسنتريشن بتاعت البوتوكس المادة اللي هتستخدم بتفرق من منطقة لمنطقة. يعني مش ممكن نفس الكونسنتريشن بتاعت الوش او نفس الكمية هي اللي هتستخدم في منطقة الارمبيتس الاندر ارمز، يعني لا طبعا التركيز مختلف والكميات مختلفة، ويمكن عشان كده بيبقى فيه تفاوت في النتائج. انما لا، ليها نتائج كويسة قوي. وانا بيرسونلي مع العيانين بتوعي في ناس بتغير حياتهم يعني للافضل. لا، هي الايد والاندر ارمز ده اكيد انا شفت حالات كده وحاجات كده بصراحه فرقت معاهم جامد جدا. أيوة. بس الرجلين ما سمعتش عن. هي عشان الرجلين مش شائعه قوي. ثانيا الناس اللي بتتضايق قوي من رجليها او يعني لو جربت تعمل البوتوكس وما جابش معاها نتيجه، هتبقى عندها بقى مشكله اكبر من كده في كل جسمها. يعني هتلاقيها من النوع اللي عنده بقى تعرق مرضي فظيع دكتور، هسألك سؤال. في أمراض معينة حد لو عنده ما يقدرش يعمل فيلر ولا بوتوكس؟ في مثلا بعض الأمراض أولا يعني ما يستحبش في الحمل، يعني طبعا لأنه اوريدي هيبقى في تغير في شكل الجسم وشكل الوش والهرمونات وكده. إنما برضو في البوتوكس ممنوع مثلا يتعمل في بعض الأمراض زي مايستينيا جريفيس، ده مرض مناعي بيصيب الجهاز العصبي خصوصا حوالين العين، ده ما يستحبش انه يتعمل.
اجراءات وقائيه، انه دايما الوجه يعقم كويس قبل ما نعمل فيلرز، خصوصا في المرضى اللي عندهم سكر وامراض مناعيه، عشان ما يجي لهمش انفكشن في الحقن. يعني في حاجات كتيره قوي لازم الواحد يحتاط ليها. انما موانع زي ما قلت لك، حاجات نادره جدا زي المايستينيا جريفيز، امراض نادره بتواجه البوتوكس اكتر ما هي بتواجه الفيلرز. لما قلت حوالين العين دلوقتي افتكرت اسال حضرتك على حاجه. اتفضل يا في دكاتره بتعمل بوتوكس حوالين العين، عند منطقه العين هنا وهنا، ما ده مسموح عادي ده ما فيه. ما وفي فيهوش. دكاتره تانية بيقول المنطقه دي بيقولوا ما ينفعش نقرب منها. لا ليه؟ طالما ليها مسافة معينة بقياس معين، يعني احنا بنعلمه للدكاترة الأصغر في منطقة معينة نقدر نحقن وما ننزلش قوي عشان ما نشلش الضحكة ما تتغيرش. إنما ليها أماكن معينة، ودي بتعالج اللي هي كروس فيت، اللي هي الكرمشة اللي حوالين العين لما الإنسان بيضحك. دي ما فيهاش دي مشكلة. حاجة آمنة لو اتحقنت صح. والبوتوكس في الوش كله برضو عادي؟ يعني ايه في الوش كله؟ يعني في دكاترة برضو لما تيجي ترفع الوش ما ترفعش بفيلر، ترفع ببوتوكس. هترفعه ازاي بالبوتوكس؟ بتشد الوش بالبوتوكس. لا، البوتوكس بيرخي العضلات. في دكاترة تانية بيقولوا خطر حقن البوتوكس لأنها ممكن تخبط في عصب في الوش تعمل تأثير مش كويس. لا الكلام ده طبعا غير دقيق. البوتوكس ليه أماكن معينة يتحقن فيها عشان أضعف العضلة المسؤولة عن إحداث التجاعيدة. حلو. انما لو انا حقنت بوتوكس مثلا ممكن احقنه في الفك هنا، لو للناس اللي بتعمل كلانشنج اللي هي بتجز جامد، او في عضلات معينه في حوالين انما احقنه في كل الوش كده عشان اشيل الوش، لا طبعا ده غير لا يستقيم يعني هذا الامر. والفيلر في المناخير سمعت انه خطر. انا ما بفضلوش. كان كان شعبي جدا في منطقه في وقت معين. انما عاده اللي بيعملوه بيبقى عندهم ديفكت في المناخير، هامب يعني حاجه بارزه، فيحقنوا حوالينها على اساس يساووا عيبها دي ايه؟ انه مع تكرارها الحته اللي انت عماله تحقنيها هي عماله تزداد، ما انت بتحقني حوالين عيب. فانا دايما ليا كلمه انه ما نعالجش عيب بعيب. البوتوكس اللي هو اوف ريكورد لبعض اماكن الانف ساعات بيجيب نتيجه كويسه، بس ده حاجه مش لسه محتاجه ابحاث اكتر. ده في حاجه بقى يعني محتاجه ابحاث كتيره، لانه الستات بشوفهم بيعجزوا من نظره عينهم والشعر، والحاجتين دول لسه ما وصلوش لعلاج. يعني الشعر لا، الشعر بيتحسن. لا بس مش بيتحسن. لو الصلع الوراثي يعني نعمل فيه ايه؟ بقى فيه تحسنات، تحسن بس بيبان. ونظرة العين مهما الست كانت فردة وشها وما فيهوش تجاعيد وبيرفكت، برضو نظرة عينها بتبين السن، ملهاش حل. بس يعني تجميل مش عايزين نهرب من سننا قد ما عايزين نبقى شكلنا برضو حلو في سننا. مهما عملتي يعني بيبقى شكلك كبير لو عينك بان عليها العجز. اصل نظرة العين بتعجز، فاهمة؟ يعني قصدي ايه رأيك؟ ليها حلول، انه التجاعيد اللي حوالين العين مش تجاعيد، النظرة يعني دي واحدة ايوه طبعا ايوه طب انا هعملها ايه؟ ايوه دي عجزت من جوه. لا يا دكتور لازم تلاقوا حل للحكايه دي. محتاجه دكتور بقى يطبطب عليها يقول لها لا الحياه حلوه بس لازم تلاقوا حل للحكايه دي. طبعا نحاول. دكتور كريم بجد والله مش عارفه اقول لك، انت شرفتنا ونورتنا واسعدتنا. يعني الاسئله لا تنتهي بجد معلومات ثريه وقيمه. وقت ممتع افدتنا وافدت كل اللي هيتفرج الحقيقه والله بجد. شكرا جزيلا. وانا شخصيا افدتني افاده شخصيه، لان انا جيت لك بمشكلتي انه كل الناس بتقولي انتي نافخه وشك وكان تخين وعرفت ترفعه لي. فميرسي يا دكتور والله، ميرسي جدا. نورتنا يا دكتور، نورتنا والله بجد. بشكرك شكرا ميرسي جدا. انت نورتنا في مخمخ. متشكر على كرامتك.